كتير من الأمهات سألوني عن موضوع إن إحنا ليه ما نديش الطفل المية قبل 6 شهور. أنا كنت عملت بوست عن الموضوع ده قبل كده وأنا هتكلم عليه دلوقتي. أولا الطفل قبل ال6 شهور بياخد المية بتاعته في الجو الحر ده من الرضاعة. 80% من مكونات الحليب الطبيعي أو الصناعي بتبقى عبارة عن مية، والباقي بتبقى عن المواد المفيدة اللي هو الطفل محتاجها. طب يحصل ايه لو احنا ادينا للطفل المية؟ قبل ما نتكلم عن تسمم المية، خلينا نتكلم ان الطفل لو خد المية بس من غير اي حليب معاها، فده هيسبب ان الطفل معدته بتبقى صغيرة جدا، فالمية دي هتملى معدته، فبالتالي الطفل ده مش هيستفيد بأي مغذيات ويحصل له مشكلة في النمو. طيب بالنسبة لموضوع تسمم المية، الموضوع ده ان المية ممكن تعمل مشكلة في الكلى لان هي ما فيهاش الاملاح الطبيعية. المية كتير ممكن تؤدي لمشكلة في تركيز الصوديوم في جسم الطفل، فبالتالي تعمل تسمم مائي. ممكن يحصل تشنجات، خمول، مشكلة في نمو الطفل، لا قدر الله الطفل ممكن يدخل في غيبوبة. طيب ايه الجمعية الامريكية لطب الاطفال قالت ما ينفعش ندي مية قبل ال6 شهور. طب لو احنا دخلنا للطفل الاكل عند ال4 شهور، هنا ينفع نبدأ ندي المية بكميات قليلة مع الاكل، علشان هنا هو مش اعتماده الكلي على الرضاعة الطبيعية او الصناعية، هنا بدأنا ندخل الاكل. بس قبل ال4 شهور ممنوع تماما ندي مية، حتى لو الجو حر جدا الام تشرب مية كتير، او المية بتتعوض عن طريق الببرونة في الحليب الصناعي.